يتبرأ الله ورسوله منه في الدنيا والآخرة. أيها الشباب المسلم، أيها الشباب المسيحي، ثقتي فيكم بعد الله قوية، وأملي كبير في براءة فطرتكم وصفاء نفوسكم ونقاء عقولكم وتحرركم من مواريث قديمة كبلت كثيرا من جيلنا أن يؤدي واجبه في نشر ثقافة السلام العالمي، مما يعيد الأمل في قدرتكم على ترسيخ مبادئ الأخوة الإنسانية وإطفاء نيران الحروب التي يروح ضحيتها كل يوم آلاف الآلاف من البشر دون ذنب أو جريمة، ويدفع الفقراء والبؤساء والمرضى والأطفال والنساء ثمنا باهظا من أرواحهم ودمائهم في حروب لا ناقة لهم فيها ولا جمل لم يؤخذ رأيهم في إشعالها، وإنما فرضت عليهم فرضا بقرارات عبثية لا تعترف بحق الحياة للفقراء والمستضعفين في الأرض. فعليكم أن تحاربوا الأفكار الهدامة الداعية للصراع والعنف والكراهية، وثقتي غير محدودة في شبابكم وحماسكم الوثاب ووعيكم المتألق أن تكونوا سفراء سلام ورحمة وتعاون بين الشعوب، وأن تكون قضيتكم الأولى هي كيف تصنعون عالما جديدا خاليا من الدماء والفقر والمرض والجهل. والأزهر على استعداد تام لأن يدعمكم بكل ما يملك من جهد وطاقة، فهذه هي رسالته، وأنتم جميعا أبناؤه وسفراؤه في حمل هذه الرسالة وتبليغها. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.